انا عندي مشكلة مع ما بين قوسين الافكار النسوية، انا ما بفهمهاش. النقطة التانية هي فكرة اظهار الراجل بمظهر الغبي. تعالي بقى عشان انا سكتلك. ايوه وانت هبلة انت وعيالك وقال لك قلبك عليا. ها ايوه هي بتضرب امك يا ابن الهبلة. يا مساء الخير على حضراتكم جميعا، يوم جديد وبداية أسبوع جديدة مع بودكاست كولاج، البودكاست اللي بنناقش فيه موضوعات متعلقة بالفن بالإبداع في مختلف المجالات، بنشارك تجارب وبنتأمل ظواهر وبنتذوق مع بعض كل ما هو إبداعي وكل ما هو جميل. دردشتنا النهاردة عن واحد من الأحداث الفنية الأضخم على مستوى العالم مؤخرا، واللي صداها واصل وفعال عندنا إلى حد كبير. دردشتنا النهاردة عن فيلم باربي. يمكن دايما بيبقى عندي مشكلة مع أسباب حماسي لمشاهدة بعض الأفلام، والمشكلة دي بتبان مع المحيطين بيا، اللي هو كلام من نوعية هو في فيلم ايه جديد في السينما ممكن نشوفه، فأنا بيكون ردي انه والله لا، ده في فيلم مثلا جديد لكريستوفر نولان، مدير التصوير فلان الفلاني واللي كاتب السيناريو فلان الفلاني. طبعا ده ما يعتبرش عامل جذب اي مشاهد عادي، يعني الشخص العادي اللي عايز يروح يدخل السينما ويستمتع بفيلم معين، ده ما يعتبرش عامل محفز ليه بأي شكل من الاشكال. والحقيقة انه سبب حماسي لفيلم باربي كان مشابه شوية للجو اللي انا كنت بقول لكم عليه، والسبب باختصار هو جريتا جارويج، واللي اتمنى انه اسمها اكون بنطقه صح، بجانب مشاركة نوا بومباخ في الكتابة. في حالة من انا لقيت اسمه على IMDb، وبعدين في حالة من عدم الظهور ليه كده في الانترفيوز، مش عارف هل هو كتب درافت ومشي، مش عارف هو اختلف معاهم في شيء ما، بس هو اسمه موجود، وده يمكن كان من اسباب حماسي للفرجة على الفيلم. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. الاتنين دول بالنسبة لي سبب حبي لفنهم او لطبيعة المنتجات اللي هم بيقدموها، انهم مش بيقدموا افلام ما بين قوسين صاخبة المشاعر، او افلام من اللي بيطلق عليها افلام البلوك باست، او باسلوب الاستقبال الدارج عند البعض، فهم مش بيقدموا الافلام الامريكاني. افلامهم الى حد كبير المشاعر فيها بتكون انسانية جدا، عميقة الى حد ما، وشخصياتهم بتكون زي ما الخواجة بيقول كده بتبقى ريليتابل وجلوبال جدا. هما بلاي ستيشن وفي العلن والناس كلها انت زي الفل يا جرمين، واللي يكلمك حط صبعك الكبير في عينيه. او يمكن التفهم لطبيعة مشاعرها حتى لو انت كنت مواطن من مقديشيو، يعني بس انت في شعور انساني، في اتنين زوجين عندهم مشكلة معينة، فانت قادر ان انت ترتبط بطريقة او باخرى، تتفهم بطريقة او باخرى المشاعر اللي بتقدم قدامك. وبالتالي بعد كل الكلام ده، لما عرفت انهم عاملين فيلم عن عالم باربي، تحمست جدا اني اشوفه، والفضول ده كان بالنسبة لي بسبب سؤال او فكرة انه ازاي اتنين زي دول هيقدروا يتناولوا موضوع تشيزي او ملزق او سخيف، بلاستيك زيادة عن اللزوم، خالي من المشاعر، ازاي هيدوله دفقة كده شعورية، او ازاي هيدوله بعد آدمي او بعد إنساني. بالمناسبة أنا لا أدعي إني مذاكر الاتنين دول بعمق شديد، لكن اللي شفته من أعمالهم خلاني قدرت أكون انطباع يحطهم من ضمن الصناع المفضلين بالنسبة لي. والسبب التاني اللي خلاني أتحمس للفيلم هو مارجو روبي. دي كلها فيك، كلها من فوق لتحت، مش لازم اقول الديتيلز يعني. You're joking، بتهزري. مش بس الممثلة ولكن المنتجة. مارجو روبي من الممثلات القلائل المفضلات ليا على مستوى العالم، بمعنى اني نادرا ما اتحمس لعمل عشان البطل بتاعه، ممكن نتحمس عشان مخرج، عشان مؤلف،
ممكن بالكتير قوي اتحمس عشان مدير تصوير، ولكن البطل صعب ان هو يكون عامل الجذب ليا. لكن مارجو روبي من القلائل اللي كسرت القاعدة دي معاهم. هي طبعا سيدة جميلة وكل حاجة، لكن السبب ورا حماسي للأعمال اللي هي بتقدمها ان هي ممثلة. واحدة غيرها دخلت هوليوود وهي تقريبا عندها 22 سنة، كان من السهل جدا انه يتم حصرها واختزالها وتعليبها في دور البنت الجميلة، دور البنت اللي بتقبل ان هي تقدم نوع من انواع المشاهد اللي تعتبر مشاهد ستيمي شوية، مشاهد فيها قدر من الريفيلينج او قدر من يعني ممكن نقول التعري، ممكن نقول الجرأة، يعني ممكن نختلف في التوصيفات يعني. وهي ما التصقتش او ما سبتتش في القالب ده، بدأت تقدم أدوار كانت أبعد ما يكون عن الجانب ده، سواء على مستوى الشكل أو على مستوى الشخصيات نفسها، في أعمال زي سوسايد سكواد، في أعمال زي آيتونيا، ومؤخرا في عمل زي بابليون مع ديميان شازال. كلها أعمال كنت تجد وتلمس فيها من اللحظة الأولى الممثلة والأستاذة في التكنيك. حتى هي يمكن مش عاوز أقول بتتباهى بقدر ما هي بتوضح ده أكتر من مرة لما بتسأل مثلا عن البكاء أو فكرة التكنيك اللي هي ممكن تستخدمه عشان تعيط بيه، فهي بتقول إنه والله I have التكنيك اللي يسمح لي إن أنا أعيط بعين واحدة أو بعناية الاتنين ومع كيو بالظبط. وده يمكن بان في آخر فيلم اللي هو بابليون ده. دي كلها حاجات خلتني إلى حد كبير أحترمها كفنانة او كمبدعة رفضت انه يتم قولبتها بالشكل ده من بدري. اضف لده بقى حتة الاهتمام بالصناعة واللي خلتها تهتم بقصة زي باربي وتتبناها من بداية الفكرة، حتى قبل اختيار المخرج، حتى قبل اختيار الكتاب. هي دخلت وتبنت المشروع من اول مرحلة التفاوض مع الشركة اللي هي اعتقد او كما اتذكر هي شركة ماتل اللي هي مالكة لحقوق شخصية باربي او عروسة باربي، عشان تقنعهم بتنفيذ الفكرة وتقنعهم انه والله لا احنا مش هنأذيكوا في حاجة، احنا مش هنضركوا في حاجة. انه بنت لسه عندها 32 سنة دلوقتي تبدأ انها تهتم بفكرة ان هي تشيل الصناعة على كتفها بطريقة او باخرى. دي نقطة مش بقول ان هي نقطة جبارة وعظيمة ولم تحدث من قبل، ولكن نقطة تستحق الانتباه والتقدير. والسؤال الآن بعد كل كمية الحماس اللي انت قعدت توضحها دي، من الآخر كده ايه رأيك في الفيلم؟ الحقيقة انا مش فاكر ان انا قلت لكم ده قبل كده ولا لأ، بس انا عامة المشاهدة الاولى بالنسبة لي صعب قوي ان هي تكون مشاهدة تحليلية الا فيما نظر. يعني لو الفيلم واصل لمرحلة من الضعف ان انت يعني you are detached او انت منفصل عن القصة او الحدوتة بشكل كبير، وخلاص انت بقى ايه قاعد مركز اصل في راكور هنا، اصل مش عارفة اللمبة كان نوعها عامل ازاي، ان انت اصلا كمتلقي تاخد بالك من التفاصيل دي من اول مشاهدة، فده معناه ان هو فيلم ضعيف. وده الحقيقة ما كانش موجود في فيلم باربي. يعني ما تقدرش تقول انه والله بلغة صانعي يعني السجاد اليدوي، ما تقدرش تقول انه في اي حاجة في الفيلم كعناصر انتاجية غرازها باينة او الشغل اليدوي فيها باين. وانطباعي عن فيلم باربي نقدر اننا نعتبره انطباع مختلط الى حد كبير. انت كده قطعت لي الشورت في البسين. اعجاب شديد بالفيلم على صعيد الانتاج والتنفيذ والمعالجة للفكرة نفسها. صورة جميلة، انتاج مدروس كويس جدا، انتاج هنا كبرودكشن ديزاين، اكسسوار ومناظر متصممة بشكل دقيق، لدرجة انه في واحدة من اللقاءات اللي عقدت يعني او اللي اتعملت مع الفريق بتاع الديكور اللي هم
السيت ديزاينر والبرودكشن ديزاينر كانوا بيتكلموا انه كتير من الاكسسوار اللي كان بيستخدم في المشاهد متصمم بحيث انه يكون بالظبط 23% اصغر من الحجم الحقيقي لنفس الحاجات دي. 3 مرات يا سيد، 3 مرات. غريبة قوي. وسبب رقم 23 بالظبط انهم بدأوا يعملوا التناسب ما بين الشخصية الحقيقية بتاعة باربي، العروسة الحقيقية بتاعة باربي، والاكسسوارز اللي بتتباع معاها، سريرها، مطبخها، الحاجات دي كلها. فوجدوا انه التناسب ما بين الشخصية والاكسسوري او بيتها والسراوندينجز او العوامل المحيطة كان بالظبط حوالي 23%. واستخدامهم للفكرة دي كانت للحفاظ على اننا في النهاية بنقدم عالم العاب. ودي من التفاصيل اللي احترمتها جدا. برضو من التفاصيل اللي احترمتها بنفس القدر كانت معالجة الفكرة وليست الفكرة. عشان بس انا حابب افصل لانه دي تفصيله كريتيكال قوي. فكره الفيلم باختصار هي بدايه تسلل بعض الافكار وبعض التفاصيل الادميه لعروسه باربي، زي تفكيرها في الموت، بدا يجيلها سيليولايت في جسمها، بدا رجلها بدل ما كانت واقفه على طراطيف صوابعها بدات رجلها بتتني عادي، وهي فكره تحولها لبني ادمه. واللي بتكتشف باربي عن طريق شخصية معينة في الفيلم انه ده كله بسبب معاناة بتمر بيها الانسانة اللي تملك العروسة دي في العالم الموازي، عالم البشر. احداث الفيلم كلها بتدور بين عالمين، عالم باربي الخيالي المثالي اللي كل حاجة فيه لالا لاند بزيادة، طول الوقت احتفالات، طول الوقت الناس هاي باربي هاي باربي، وهم كلهم اسمهم باربي، في عالم يعني ما فيهوش اي نوع من انواع المعاناة بالمقارنة بالعالم البشري اللي بنشوفه قد ايه عالم موحش، قد ايه عالم عنيف، قد ايه عالم محكوم من قبل الرجال بس. فبيحصل طول الوقت انتقال لشخصياتنا من العالم ده للعالم ده، وبنبدأ نشوف المفارقات عن طريق ان احنا نبدأ نعمل مقارنة ما بين التو لوجيكس او المنطقين. منطق الشخص اللي جاي بافكار very pure او افكار شديدة النقاء من عالم باربي، والناس اللي جاية او اللي راجعة من عالم البشر وبتقرر ان هي تطبق بقى الافكار هناك. في عالم باربي بنشوف طول الوقت انه السيطرة للسيدة، السيطرة لعروسة باربي اللي هي بترمز للأنثى في العالم ده، مع كامل التهميش للرجل الممثل في عروسة كين. واللي حتى الصناع اتكلموا انه ده هم انتبهوا له وهم شغالين على الموضوع، انه في الحقيقة شخصية كين او باربي وكين اللي قام بالدور بتاعه رايان جوسلينج، هو في الحقيقة الشخصية دي او العروسة دي مفيش اي نوع من انواع الاهتمام بيها ولا التقدير على اي صعيد من الأصعدة. فزي ما قلنا شخصية كين بتكون مهمشة جدا، ملهاش اي دور فعال في عالم باربي، ولما بمصادفة ما بتنتقل مع باربي لعالم البشر بتبدأ انها تكتشف فكرة العالم الذكوري والنظام البطريرقي الابوي اللي حس من خلاله انه لا والله ده انا طلع فايتني حاجات كتيرة جدا وانا هروح اطبق النظام ده زي ما هو على السيدات اللي موجودين واللي موجودات في عالم باربي. لحد هنا الفكرة ما عنديش معاها مشكلة، الفكرة لذيذة، فكرة كاريكاتورية اللي هو ماذا لو في عالم بتحكمه السيدات بس والرجالة مهمشة فيه، ماذا لو راجل اكتشف انه ايه ده انا اقدر يعني اشخط وانطر ويبقى فيه مجموعة من السيدات بعدد كبير يبقوا تحت امرتي. لحد هنا انا ما عنديش اي مشكلة ولا في الفكرة ولا في التنفيذ، عارف ان هي فكرة بسيطة وبتعامل معاها بالحجم ده ومش بديها اكبر من قدرها. طيب انا بالنسبة لي بقى
يعني على المستوى الشخصي ايه اللي ما حبيتوش او المشكلة بالنسبة لي بدأت فين. انا عندي مشكلة والحتة الجاية دي يعني انا مش حابب ازود في الكلام فيها لانه يعني ده مش موضوع البودكاست. انا عندي مشكلة مع ما بين قوسين الافكار النسوية. انا ما بفهمهاش، يعني انا بحس انها افكار خلاص اصبحت مبتذلة. انا ما اعتقدش انه في حد لحد دلوقتي بيشغل الست، بتكلم في مصر، ما اعتقدش انه في حد بيشغل الست بفلوس اقل من الراجل بس عشان هي ست. انا ما اعتقدش انه في حد لحد النهاردة ممكن يعترض انه ايه ده احنا معانا واحدة في الفريق. ممكن عشان طبيعة شغلي، بس انا بالنسبة لي النقطة دي مش حتى اللي هو ما بعترضش عليها، لا هي مش بتيجي في دماغ الواحد، لانه انت في كتير من الاحيان بتلاقي نفسك اصلا شغال على بروجكت والهيد اوف بروجكت اصلا سيدة او بنت حتى صغيرة. يعني انت ممكن يبقى عندك اعتراض او تحفظ والله انه الشخص ده شخص شاطر وشخص مش شاطر، وبالتالي انا بالنسبة لي دي امور بديهية. ما اعرفش طبيعة الامور دي في المجتمع الامريكي ممكن تكون عاملة ازاي، بس انا حقيقي نوعية الخطاب ده بالنسبة لي بتبقى مش مفهومة. بس دي من التفاصيل اللي اقدر اقول بكل صراحة وبكل مباشرة اني انزعجت الى حد كبير جدا وانا بتفرج على الفيلم بسبب الافكار دي. النقطة التانية هي فكرة اظهار الراجل بمظهر الغبي، وده مش بس في عالم باربي، لانه في كومنتس لقيتها انه لا يا جماعة انتوا ليه شايفين كده، ده هم بس جايبين ده في عالم باربي. لا، هو الذكور في العالم ده كله حتى في العالم الحقيقي مطلعينهم اغبياء. هو احنا مش لازم يبقى في حد غبي وحد ذكي، يعني دي برضو ايه من التفاصيل اللي لحد اخر مشهد في الفيلم، يعني لحد بالظبط اخر مشهد في الفيلم في لقطة الراجل غبي. ودي من النقط اللي حقيقي كنت كل ما بشوفها على الشاشة كنت ببقى منزعج، مش لاقيلها مبرر، حاسس ان هي سطحية زيادة عن اللزوم، سطحية لدرجة تفقد الفيلم كتير من الدرجات اللي كان ممكن يحققها لو استثمر المجهودات اللي هم عملوها دي بشكل كويس. ويمكن انا حسيت كده او جالي انطباع من الفرجة على اللقاءات اللي كانت معمولة على هامش الحملة التسويقية للفيلم انه هم نفسهم كصناع سواء المخرجة او مارجو روبي نفسهم انه هم مش متفقين على وجهة نظر واحدة. يعني كتير من الاحيان كنت تلاقيهم في حد بيشرح نقطة او بيقول وجهة نظره في نقطة وهو طول الوقت keeping eye contact او محافظ على عينه مع عين اللي جنبه، وكأنه بطريقة غير مباشرة بيقول له احنا كنا نقصد كده ولا ايه، انت عايزني اقول ده ولا مش عايزني اقول ده. ده انا لمسته بشكل كبير جدا من جريتا جارويج يعني. وبالتالي نقدر نقول انه انطباعي عن الفيلم هو خليط بين اعجابي ببعض الجوانب وانزعاجي من بعض الجوانب الاخرى. ممكن حد تاني يتفرج على الفيلم وما يحسش بأي انزعاج من الافكار اللي الفيلم بيطرحها، وممكن حد تاني يتفق معايا في وجهة النظر. نقطة كمان من الجوانب اللي تستحق الثناء والتحية هي فكرة الحملة الدعائية لفيلم باربي. حملة قوية لدرجة انه من وجهة نظري المتواضعة شايف ان هي ترتقي انها تدرس بعد كده للناس اللي هتتخصص في ماركتينج او ادفيرتايزنج. حملة قدرت تحط فيلم متوسط الجودة الفكرية بالمقارنة وفي جملة واحدة مع فيلم زي اوبنهايمر، وده في حد ذاته نجاح ضخم ما اعتقدش انه مارجو روبي نفسها كانت تتخيله. طبعا احنا عشان نعمل تحليل او نعمل انفستيجيتنج او نعمل زي ستادي كده للحملة الاعلانية والتسويقية دي بتفاصيلها، فده ما اعتقدش انه حلقة واحدة هتكون كفاية ليه. لكنك باختصار كده لو حبيت توصف الاستراتيجي التسويقية او الاستراتيجية التسويقية اللي هم اتبعوها، فتقدر تقول انه العنوان المسيطر كان الحياة بقى لونها بامبي. اخبار
اخبار عن نقص اللون البينك او البامبي من السوق، اخبار كتير. يعني انت لو دخلت هتبص تلاقي فيه خبر يقولك انه اللون البينك ناقص جامد جدا من بريطانيا، مع انه عادي ممكن يبقى اللون البينك موجود، بس خبر زي ده عشان يقولك بطريقة غير مباشرة انه في فيلم نازل، ومن كتر ما في اقبال عليه في نقص في اللون ده. تدور على الفيلم في جوجل تلاقي جوجل نفسه بقى لونه بينك. ظهور الممثلين في كل مكان باللون البينك، حملة تشويقية ضخمة واخبار تنزل بشكل غير مباشر عن عالم باربي قبل نزول الفيلم بشهور طويلة جدا. بيت باربي اللي كان متاح تأجيره في اعتقد B&B، ماركات لبس بدأت ان هي تنزل فساتين باربي، حتى بقى في ناس بتعمل ترند هايجاكينج او I'm sorry في اللفظ، يعني بتتمحك في الموضوع حتى لو ما تمش الدفع ليها. هي عايزة تاخد من الباور والبوتنشل او الطاقة او القوة التسويقية للفيلم او للعلامة التجارية اللي هي اوريدي ممكن يبقى عندها جذور عميقة جدا عند السيدات، يعني اللي كانوا يملكوا العروسة من وهم صغيرين وبيتحمسوا جدا ان هم يشوفوا فيلم لايف او فيلم بشخصيات حقيقية بيحكي العالم ده كله، بجانب اللقاءات اللي معمولة والتور اللي اي فيلم بيعمله كده عشان يكون دعاية الفيلم، وظهور بقى في كل البرامج وفي كل الليت نايت شوز. تقدر كده تقول انه يعني لو جيت تذاكر الموضوع، لو انت كنت بتدور على حاجة متعلقة بالفيلم هتحس انه الانطباع اللي واصل لك انه في غزو وردي بشكل من الاشكال. وده يمكن من الحاجات اللي بما انه ده يعتبر موسم للأفلام اللي نازلة في الصيف في مصر، فده خلاني أبدأ أتساءل هو إحنا ليه عندنا خلل أو عندنا عوار شوية في حتة التسويق للفيلم. يعني انا ببقى نفسي اعرف هو بيبقى ايه الحملة التسويقية للفيلم، غير ان احنا بننزل التيزر وبننزل التريلر بتوع العمل وبنبدأ اننا نشير وننزل ستوريز ونقول 5 مليون مشاهدة للتريلر في اول 3 ايام، which is انه ربع 5 مليون دول نفسهم اصلا مش هيشوفوا الفيلم. يمكن الحملة التسويقية الوحيدة اللي تحضرني لعمل مصري اتقدم كان مسلسل ما وراء الطبيعة لعمرو سلامة. افتكر وقتها بدأوا يعملوا انترفيوز مع الانفلونسرز، بدأوا يعملوا سبورت كونتنت للفيلم، بدأوا يعملوا زي باك سينز كده من العمل، تحليلات لحاجات مشاهد اتنفذت ازاي بالحديث مع بعض الصناع. في اعمال تانية عملت بعض الجوانب دي، لكن اللي حسيت انه في نوع من انواع التكامل يعني في حملتهم كان مسلسل ما وراء الطبيعة. ما دون ذلك ما افتكرش انه في حملة تسويقية ضخمة اتعملت لفيلم او لمسلسل مصري بالدرجة دي قبل كده. في حاجات تانية عشان بس ما حدش يقول لي في الكومنتس لا ده اصل اتعمل قبل كده مش عارفة ايه، لا انا بتكلم بالحجم ده او بالقوة دي. والسؤال يعني برضو اعذروا دايما سذاجة اسئلتي في البرنامج ده او في البودكاست ده، ما الفيلم ده منتج وانا عاوز الشخص ينزل من بيته يدفع لي 100 جنيه 120 جنيه 150 جنيه عشان يتفرج او يستهلك المنتج اللي انا بقدمه، وبالتالي انا محتاج ان انا اعمل له حملة دعائية وترويجية عشان الراجل يحس بالبنفت اللي هو هياخده، وبالتالي ياخد قرار انه يطلع من جيبه فلوس ويديهاني. الموضوع عندنا وصل انه اجمد فكرة اتعملت لفيلم مثلا من اللي نازلين جديد في السيزون ده هو انه كان في احدى العروض الخاصة يعني للفيلم انه اللي هيجي ياخد بطيخة ده بس كده. حتى بقى ما كملوش انه مثلا يبقى في تعاون مثلا مع محلات العصير انه يبقى في عصير بطيخ عصير اسم الفيلم الفلاني. ما حسيتش ان الموضوع رفحت الناس ما الناس مكسله ما تعرفش ليه، او في حاجة تانية انا مش فاهمها. لو في حاجة تانية انا مش فاهمها فانا بعتذر عن كلامي واحب ان انا اعرفها، سواء من حد من حضراتكم او حد من السادة الصناع يعني اللي مسؤولين عن ده. وانا ذكرت المثال ده لانه ده اللي انا
حسيت انه يعني اتبذل فيه مجهود تسويقي يعني، وكان في قبليه انترفيوز وبتاع. ما دون ذلك انا متأكد 1,000,000% انه في افلام لو انا قلت لك ان هي موجودة في السينما دلوقتي، افلام مصرية، انت في الغالب مش هتبقى عارف اصلا بوجودها، مش عارف اللي هو انا هي حلوة ولا وحشة، لا انت مش عارف انه في فيلم كده اصلا يعني ده موجود. احنا دلوقتي للأسف بقينا بنكتفي بحتة التريلر والتيزر او المقطع اللي هو بيبقى قصير 30 ثانية 40 ثانية، والتريلر اللي هو بيبقى مدته دقيقة ونص دقيقتين، وياريتهم بيكونوا حلوين او معبرين عن اللي جوه الفيلم. اغلب الافلام دلوقتي واعلاناتها بقت عبارة عن شوية افيهات متلزقة في بعض مع لقطة فيها اغنية او رقصة بجانب ظهور لضيف شرف واكسبورت على كده. طيب يظل السؤال، ليه محتاجين نظرة لفكرة او محتاجين اعادة نظر لفكرة التسويق والدعاية للاعمال الفنية؟ وانا احب اعرف رأي حضراتكم في الموضوع ده في الكومنتس. يعني ممكن يبقى في حملات اتعملت فيما سبق لافلام مصرية، اتعملت حملات تسويقية ليها بشكل فيه نوع من انواع التفرد يعني، فاحب ان انا اعرف من حضراتكم ده في الكومنتس. وكنت حابب يعني في نهاية الموضوع وانا شغال على الحلقة لقيت ان الموضوع داخل مني في حتة التطرق لوضع الصناعة في مصر دلوقتي. والسبب ورا ده ان انت بتتكلم انه في سيزن في فيلمين اجنبيين، فيلم اوبنهايمر وفيلم باربي، ودول الفيلمين اللي يعتبر في مش هقول لك اقبال بس في ضجة حاصلة حواليهم بشكل من الاشكال اكتر من الافلام التانية في مصر. فانا كنت حابب في نهاية الموضوع اننا نتطرق بشكل حتى لو هامشي لوضع الصناعة في مصر دلوقتي، وليه بالرغم من نزول كتير من الافلام الا انها مش بتلاقي الاقبال المتوافق مع حجم الجمهور المصري. بدأت ان انا اسرد بعض التفاصيل او احاول انه والله نوصل لاسباب، احاول ان احنا نفهم، ولقيت ان الموضوع عمال يطول مني، وفكرت انه ليه ده ما يبقاش موضوع حلقة تانية، وليه ما تبقاش هي بمثابة جزء تاني للحلقة دي، بحيث انه برضو مدة الحلقة ما تبقاش مدة طويلة جدا يعني، لانه لما جيت حسبتها لقيت ان هي ممكن تتخطى الساعة. فلا يعني برضو احنا لسه حريصين على حضراتكم يعني، ومش عاوزين انكم تنزعجوا او تنفروا مننا، فاحنا ممكن نكتفي بهذا القدر النهاردة، ونبدأ بقى نفرش حالة مندبة كده على وضع السينما المصرية في المرة الجاية. نقعد بقى نتكلم على الموضوع ده بنوع من انواع الاستفاضة. وهذا ما تيسر لنا قوله النهاردة. أرجو أنه الحلقة كانت تبقى سواء مفيدة أو مسلية أو مؤنسة بأي شكل من الأشكال. أتمنى أن هي تكون عجبت حضراتكم. أتمنى حاجة تانية، أتمنى أنه ياريت حضراتكم تشاركوا، ياريت حضراتكم تقولوا لي إيه الموضوعات أو إيه أفكار الحلقات او ايه الحاجات اللي انتوا تحبوا اننا نتناولها في الحلقات الجاية، ايه الحاجات الكويسة اللي احنا ممكن نحافظ عليها وممكن نستمر فيها، وايه الحاجات اللي ممكن يكون فيها مشكلة ومحتاجين اننا ننتبه ليها ونشتغل على تطويرها بشكل افضل. واتمنى لو الحلقة دي عجبت حضراتكم ان انتوا تدعمونا بشير عشان نقدر نستمر، وعشان الحلقات توصل لاكبر قدر من الناس. تدعمونا بلايك لو هي عجبتكم، تشتركوا في القناة هنا على يوتيوب او في مختلف البلاتفورمز الخاصة او منصات البودكاست عشان يوصل لكم كل جديد اول باول، وتقدروا تتواصلوا معانا على كل اللينكات. هتلاقوا كل لينكات التواصل موجودة تحت في الديسكريبشن. واستنونا وحلقة جديدة وبودكاست كولاج. سلام عليكم.